عايز تنجح في استثمارك بنظام الفرانشايز؟ في مفاهيم كتير لازم تعرفها عن نظام الفرانشايز. اهلا بيكم، انا دكتور ايميجريشن. احنا النهارده موجودين في مؤتمر فرانكفورت في المانيا للفرانشايز، والنهارده بس حابب اقول لكم سريعا كده الفرق ما بين فرانشايز الخدمات وفرانشايز المنتجات، لان حسيت ان في خلط ما بين المفاهيم دي. فرانشايز المنتجات هو عباره عن ان فرانشايزر بينتج منتجات معينه، ولتكن مثلا بيوتي برودكت، منتجات تجميل، هو عنده فرع 2 3 4، وانت حضرتك هتاخد منه فرانشايز بحيث ان انت تفتح فرع جديد بتاعك ولكن تحت اسمه وتبيع فيه منتجاته. يبقى كده السبلاير للمنتجات والبراند نيم بتاع المنتجات هو بتاع الفرانشايز، وحضرتك بتبيع فقط المنتجات جوه المحل بتاعك. الموضوع ده فيه مميزات وفي برضه حاجات لازم نلاحظها. المميزات سهل البدء، التكلفه بتبقى قليله، مجرد انت بتلاقي محل وتجهز الرفوف وهكذا. وغالبا معظم الفرانشايزات اللي بيبيعوا منتجات ما بيطلبوش فرانشايز فيز. لازم يكون عندك خبره في الستوك مانجمنت، ودي اهم حاجه، اداره المخزون واداره الاكسبايري، وان طبعا كل البرودكتس اللي هتبقى موجوده لازم تكون تابعه للفرانشايز. بالنسبه لفرانشايز الخدمات، فرانشايز الخدمات الى حد ما بيبقى اسهل في حته ان هو مش محتاج اداره للمخزون، مجرد بس ان حضرتك بتدفع فرانشايز فيز للفرانشايزر وبتاخد خدمات وتقدمها عن طريق شركتك، فده اسمه فرانشايز الخدمات. ان فيهم مناسب ليك، ان فيهم مناسب لشخصيتك، هو دوت اللي حضرتك المفروض تبدا بيه. لو استفدت من المعلومه يا ريت ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفيد غيرك، وتتابعنا عشان في معلومات كتير تهمك بخصوص الاستثمار في نظام الفرانشايز، الاستثمار العقاري، الاقامه والهجره في الخارج. تابعونا.